اهلا بيكم في حلقه جديده وحكاوين. حلقه النهارده هناخد الكتاب التاني، الجزء التاني بتاع اكاستاسي اللي هو 165 يوم. بس قبل ما ابدا معاكم في الكتاب كنت عايزه اتكلم معاكم كلمتين كده عن الحلقه بتاعت اول امبارح اللي نزلتها بتاعت تخريف الترند. في حد من اللي بيتابعني في القناه، يعني حد محترم جدا اسمه استاذ محمد، اقترح عليا ان انا اسمي التخريف بدل تخريف الترند يعني الهيافه بقت ترند. فبصراحه الاسم حلو جدا وعجبني، فانا هسميها الهيافه بقت ترند فعلا. استثناءات قليله جدا اللي بتبقى ترند ومش بتبقى هايفه، بس مش مشكله، يعني لكل قاعده شواذ. كنت عايزه اتكلم معاكم على الكومنتات بتاعت الفيديو ده. كان في ناس كتبت لي اول مره تعلق لي اصلا، اول مره اشوفها، منهم ستات. انا هتكلم على كومنتين بس، تمام؟ في كومنت واحد فيهم راجل قاله، وكومنت تاني ست. تعالوا ناخد اول الراجل. في حد بيقول لي انتي بتتكلمي عن ياسمين عز كده ليه؟ ياسمين عز هي دمها خفيف وحلوة وبتدافع عن الرجالة وبتدافع عن العلاقات الأسرية ومش عايزة البيوت تخرب وعايزة البيوت عمرانة، انتي بتنتقديها عشان كده. دي مجرد نفسنا منها بس. ده غير ان انتي بتدافع عن رضوى الشربيني. هي رضوى الشربيني هي اللي كويسة دلوقتي، هي اللي بتطالب بعمار البيوت. رضوى الشربيني بتطالب بهدم البيوت، هي عشان منفصلة فعشان كده معقدة وبتتكلم بالاسلوب ده وبتهاجم الرجالة. فانتي ما تقدريش تعملي حلقة عن رضوى الشربيني زي ما عملتي حلقة عن ياسمين عز. ده كان الكومنت، تقدروا تخشوا تشوفوه في الحلقة. طيب انا هرد، انا بقى رد شخصي، انا رديت عليه في الكومنتات، بس انا برد عشان عايزة اقول لكم وجهة نظري في الكومنت ده. انا لسه بادئه، يعني محدش يعرفني، يعني ناس قليلة جدا اللي تعرفني اللي بيتابعوني، ولسه ما اتشهرتش ولسه ما بقتش واو، ولا ليا مصلحة مع حد ولا ليا ترند عند حد ولا اي حاجة. انا لسه ببتدي حياتي ولسه ببتدي مشوار الشغل بتاعي ده، فانا لسه على قد يعني، فمحدش يعرفني، فماليش مصلحة لا مع دي ولا مع ده، ولا ليا مصلحة اقول الكلام ده عشان حد يسقف لي ولا مش حد يسقف لي. على فكرة الفيديوهات على اليوتيوب ملهاش مقياس. ممكن تلاقوا فيديو حلو جدا ومش عامل مشاهدات، يعني فيديو حلو معمول حلو، الكلام فيه كويس، فيديو مهم ومفيد جدا، وما تلاقوش عليه فيو كويس، تمام؟ والعكس، فيديو تلاقوه معلهوش حاجات كتيرة مفيدة او ما فيهوش حاجات كتيرة مهمة، وتلاقوه طالع مشاهدات كتيرة جدا، تمام؟ انا نفسي اللي بعمل الفيديوهات ما بعرفش اقيسها، فانا لما بعمل اي فيديو ما بقاش عارفة ايه الفيديو اللي هيطلع وايه اللي هيجيب مشاهدات وايه لا. ساعات كتيرة قوي الفيوهات بتاعت الفيديو تبقى قليلة وتطلع مرة واحدة، والعكس ساعات تبقى عالية وتنزل مرة واحدة. فاليوتيوب ملهوش مقياس، خلينا بس متفقين على كده. يعني انا مش هكتب الكلام ده او هحط فيديو او هعمل حاجة عشان خاطر فيوهات عالية او مش عالية، ماشي؟ انا بعمل اللي انا شايفاه وحباه، مش بعمل حاجة تانية. بعمل اللي يناسب الناس ويبقى محترم، وان انا اقدم حاجة الناس تستفاد بيها، وفي نفس الوقت يبقى فيها نوع من يعني الهزار شوية، الكلام بطريقة لطيفة شوية، تمام؟ عشان الناس ما تزهقش وتمل. فانا ماليش اي غرض من نوعية الفيديوهات اللي انا بعملها، تمام؟ وإلا كنت المفروض بقى عملت فيديوهات وكملت في فيديوهات الطبخ لانها بتجيب مشاهدات عالية، او دخلت في موضوع الروتينات والتنظيف وحد عندي في البيت عمل، وخرجت مع جوزي كذا وجبت لجوزي كذا وعملت كذا. كان بالاولى اعمل ده، لان انا متأكدة ان انا لو عملت النوعية دي من الفيديوهات القناة بتاعتي هتطلع ل 10,000 و20 و30,000 واحتمال 100,000 وفي وقت قياسي، ها؟ فخلينا متفقين على ده. انا لو عايزة اطلع مشاهدات في ثواني هطلعها بنوعية فيديوهات تانية، مش الفيديوهات اللي انا بقدمها. الفيديوهات اللي بقدمها انا بعملها عشان انا عايزة اعملها وعشان حاسة انها فيديوهات مفيدة للناس. فدي اول حاجة. مش بدافع عن ياسمين عز او بنتقدها ليه عشان هي انسانة مسفة، عشان هي انسانة بتركب الترند عشان خاطر تجيب مشاهدات، عشان خاطر MBC تسيبها ومرتبها يعلى والدنيا عندها تعلى والمشاهدات عندها تعلى. اللي هي بتقوله ملهوش اي اساس بس من الصحة، اللي هي بتقوله اسفاف بس وقلة ادب، والمفروض اصلا تتحاكم لانها كتير قوي بتشتم المرأة المصرية وبتهين الست، بتتكلم عليها بطريقة مهينة جدا، مفيش اي حد يقدر يقبلها على نفسه. انسانة فعلا ما تستحقش انها تطلع على الشاشة وتقدم محتوى، ورأيي عمره ما هيتغير فيها إلا لما هي شخصيا تتغير، ودي حاجة مش بتاعتي، هي حرة، تمام؟ كون إنها بتدعو لعمار البيوت، بتدعو لخراب البيوت.
لان في رجاله ما عندهمش وعي كفايه بيقولوا ان الست ان هي بتخلي الست تسمع كلام جوزها وتبقى تحب جوزها. ده مش حب. اللي هي بتقدمه ياسمين عز ده مش بتخلي الست تحب الراجل والراجل يحب الست ابدا. دي بتدعو لعلاقه مهينه، بتدعو ان الراجل يستعبد الست، ان الست تبقى جاريه عنده. امينه وسي السيد، انا ما بنتقدش امينه ولا سي السيد ولا ليا دعوه، تمام؟ في ناس مع امينه وسي السيد وفي ناس كتير ملايين ضدها، بدليل ان امينه وسي السيد اختفوا، ما بقوش موجودين في زماننا دلوقتي. وعيب قوي لما نكون في الوقت اللي احنا فيه ونتكلم عن الراجل والست وعلاقتهم بالشكل ده، تمام؟ فعلاقه الراجل والست اقوى واحسن وارحم مليون مره من اللي ياسمين عز بتقول عليه. اللي هي بتقول عليه ده بتدعو لخراب البيوت، واصلا كلام ملهوش اي اساس من العقل ولا الصحه. انا حطيت لكم ساعتها الفيديو وقلت لكم واتكلمت عليه، انا ما اتكلمش حتى ولا علقت على الكلام نفسه. بس لما لما تكلمي جوزك في التليفون ما تمشيش حافيه عشان الكلام ما يطلعش من رجلك، ولو لبستي شوز الكلام هيطلع من قلبك. ايه ده؟ كلام ايه اللي هيطلع من قلبي ومن رجلي؟ ايه ده؟ رجلي ايه وقفا ايه وقلبي ايه اللي هيطلع منهم الكلام؟ زي ما انت انسانه عاقله، زي ما انت انسانه مدركه وفاهمه انت بتقولي ايه وبتخاطبي شريحه عامله ازاي. رايي في ياسمين عز مش هيتغير، دي اول حاجه. شكرا على الكومنتات عامه اللي كتبت كلها سواء ايجابيه او سلبيه، بس انا من حقي برضو زي ما الحد كتب الكومنت من حقي ان انا ارد. انا كمان انا سبت الكومنت على فكره، انا على طول بعمل فلتره للكومنتات. لو في كومنتات فيها شتيمه بتدلت على طول شتيمه، معاكسه بقى وقله ادب والكلام ده ما بحطوش كمان اصلا يعني. لكن لو راي ونقد انا سبتهم، وهتلاقوا فيه كومنتات كتيره بالمنظر ده. رضوى الشربيني، انا مش مع ولا ضد رضوى الشربيني، انا مع حاجات معينه هي بتقولها وحاجات لا. ويا ريت اللي ينتقد رضوى الشربيني يسمعها للاخر، يسمع بقيه الفيديوهات زي ما بتشوفوا ياسمين عز للاخر. الاستاذ اللي قال لي انتقدي رضوى الشربيني، لو عملت اي فيديو فيه كلام منتقد وفيه كلام فيه اسفاف وهبل، انا اول واحده هطلع انتقده، وهعمل زي ما حضرتك قلت، هتكلم عن رضوى الشربيني في حلقه وهنتقدها. ده من حقي على فكره، انا كواحده مشاهده ليها من حقي ان انا اطلع انتقد حاجه هي بتقولها بمنتهى الادب والاحترام، زي ما انا انتقدت ياسمين عز بمنتهى الادب والاحترام. احمد ربنا عشان في ناس غيري بتشتمها وش، بس انا مش هعمل كده مع ان هي تستاهل. بس ما علينا، دي مش مشكلتنا، واصلا الكومنتات اللي على فيديوهاتها كفيله توريكوا ده بالنسبه لرضوى الشربيني وياسمين عز. الكومنت التاني بقى اللي انا عايزه اعلق عليه، انا في اخر الحلقه بتاعت الترندات دي انا قلت ان اتكلمت عن ساره، قضيه ساره البلوكر، ساره اللي هي فقدت بصرها. انا قلت جملتين او قلت حاجتين، ما كملتش 4 دقايق في الموضوع ده. قلت لو سمحتوا ادعوا لها من قلبكم عشان الدعاء فعلا ممكن يغير القدر. وقلت ان بلاش حد ينتحل صفه ساره وشخصيتها ويعمل اكونتات فيك عشان خاطر ياخد فيو وياخد مشاهدات ويعلي الدنيا عنده ويكسب. وده مش كلامي انا بس، ده كلام ريهام سعيد في البرنامج بتاعها مع ساره اللي هو برنامج صبايا اللي هو على قناه الشمس، وكلام ساره نفسها. محدش ينتحل شخصيتها وكفايه وسيبوها بقى في اللي هي فيه. فده اللي انا قلته، تمام؟ انا من حقي اعبر عن رايي زي ما انا عايزه. واحده متفضله يعني ومتكرمه يعني طلعت قالت لي في كومنت انت كده ما بتركبيش الترند، انت كده مش بتستغلي اسم ساره، انت كده مش بتتاجري بيها، انت كده بتتاجري بيها وعملتي زيهم، بس انت بطريقتك مختلفه عن طريقه الناس اللي تاجروا بيها. انت قلتي ايه زياده يعني عن اللي احنا عارفينه؟ اولا انا ما حطيتش اسم ساره في العنوان بتاع الفيديو. لو تلاحظوا انا حطيت فرح حسن شاكوش اللي هي زوجة حسن شاكوش وياسمين عز، ما جبت سيرة ساره. ولو تلاحظوا برضو انا خليت موضوع ساره اخر الحلقه اللي هي مدتها 20 دقيقه، اللي هي انا اصلا ما كنتش عارفه الحلقه هتطلع مشاهدات حلوه ولا لا، الناس هتكمل اخر الحلقه ولا لا عشان تسمع. ده طبيعي ان الناس ممكن ما تكملش اخر الحلقه، فانا سبت القضيه دي لاخر الحلقه عشان انا كنت اقول جملتين بس ومش عايزه اتكلم عن الموضوع كتير، عشان ما بقاش ان انا طالعه
بتكلم برضو بسخن او مش بسخن الدنيا، بتكلم عليها وهي المفروض ما حدش يتكلم عليها دلوقتي في اللي هي فيه، نسيبها في حالها وندعي لها. فانا كنت عايزه اقول الكلمتين دول بس، فطلعت قلتهم. فانا لو عايزه استغل اسمها واتاجر بيها كنت حطيت اسمها في العنوان، والناس كانت هتخش جري على الفيديو. وكنت حطيت موضوعها في الاول عشان اللي يحب يتفرج يشوف في الاول، مش مشكله يكمل بقى الفيديو. ما انا عايزه اركب الترند واخد اسمها واتاجر بيه، بس انا ما عملتش كده وما كانش قصدي ولا هدفي ده. انا مش ملزمه ابرر لحد حاجه، مش ملزمه اقول انا عملت ايه لايه، بس ملزمه ان انا احترم الحاجه اللي انا بقدمها، احترم الناس اللي انا بتكلم قدامهم والناس اللي انا بتعامل معاهم. انا تقريبا مش هعرف اكمل لكم النهارده او نبتدي مع بعض الكتاب عشان وقت الحلقه هيطول عن كده، فهيبقى الموضوع كتير، فهخلي لكم كتاب اكاستاسي باذن ربنا في حلقه تانية. انا عارفه ان الحلقه دي النهارده تبقى تعتبر فضفضه وكلام، بس كان لازم اطلع اعلق على الكومنتات اللي اتقالت والرد اللي اتقال. وعايزه اقول لكم ان انا بحترم جدا اللي انا بقدمه، بحترم ان انا ما اقدمش حاجه تهين ولادي بعد كده، تخلي ولادي متضايقين مني لما يشوفوني بعد كده. وانا قلت الكلام ده قبل كده في فيديوهات كتيره قبل كده ليا على القناه. ما لبستي حاجه تخلي جوزي يتضايق مني لو حد انتقد ولا قال كلمه، ما اعملش تصرف جوزي يتضايق مني. الناس اللي حواليا وعيلتي واهلي وكل الناس اللي يعرفوني يقولوا ايه اللي هي بتقدمه والقرف اللي هي بتعمله. انا مش حابه اعرض بيتي للناس ايا كان المحتويات اللي بتنجح على عيني وراسي، مبروك عليهم النجاح ومبروك عليهم الشهره والفلوس ايا كان. دي مش قضيتي ان انا اقدم حاجه حتى لو هتاخد مني وقت عشان انجح فيها واكسب منها، فانا ما عنديش مشكله من كده، بس ما اقدمش حاجه ارجع اندم عليها انا وكل اللي بيتفرجوا عليا من اللي انا اعرفه. فانا مش بتاجر بحد ومش بشهر بحد ومش باجي على حد على حساب حد لمجرد الكلام وخلاص. انا بقول اللي انا حاساه واللي انا عايزه اقوله بغض النظر عن اي حاجه تانية. ايا كان ردود افعال كل الناس اللي اتكلمت على الفيديو متشكره ليهم جدا، ومتشكره للناس اللي نوروني وقالوا لي كلام كويس وقالوا رايهم. يعني في واحده كتبت لي كومنت طويل عريض على ياسمين عز، انا بحترمها جدا، وقالت كومنت طويل وحلو ورايها صح جدا، حابين تخشوا تشوفوه. شكرا برضو على الناس اللي انتقدت حتى لو بطريقه مش كويسه، شكرا ليها برضو، وانا رديت عليهم برضو بمنتهى الادب على فكره. متشكره جدا ليكم.